السلام عليكم، نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غادي نحضر معكم التورته تفرحوا بها وليداتكم. تتحضر في جميع المناسبات. وكنقول لكم مرحبا بكم في قناتي، ولاول مره كتشوف القناه ديالي مرحبا بك اختي. اليوم غادي نحضر معكم هاد التورته للمبتدئين، سهله بزاف. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. عندي هنا اول حاجه، عندي شويه ديال الفريز. هنا طيبته شويه مع ديال السكر لان غادي نحتاج العصير ديالو او الشوربه ديالو. وغادي نحضر هنايا شويه ديال الصوص ديال الكراميل. عندي هنايا كاس ديال السكر حبيبات، حطيته على المقله باش يبدا يتكرمل. ودرت واحد كاس تاع الحليب معاه معلقه ديال النشا. صفيت هذاك الفريز اللي شفتو. غادي ناخد هذه نديرها الحشو والعصير ديالو غادي باش نسقي به لاجينواز. الكراميل ديالي تكرمل صافي، داب السكر كامل. من بعد ضفت عليه معلقه ديال الزبده كيف ما كتشوفوا، وضفت عليه الكاس ديال الحليب اللي معاه معلقه ديال النشا. كنبدا نخلطو مزيان حتى نتحصلوا على هاد الكريمه، يعني كتكون شويه عاقده، معليش الا كانت شويه مطلوقه. وهنايا غادي نبدا غادي نحضر الكريمه. عندي انايا هنا الكريمه، عندي هاد الكريمه هادي. عندي شحال عندي؟ قولي 390 نقولوا 400. غادي نستعمل هنايا الكريمه هاد السائله هادي 300 غرام. 300 غرام كريمه سائله عفوا، كتكون بارده هي. وهذاك البول وسميتو هذاك اللي كنطحنوا به تا هما كنكون دايرهم في الفريغو، كيكونوا باردين بزاف. كما قلت لكم درت 300، عبرتها هنايا. ديك البواطه فيها 400. وعندي هنا ماسكاربون. عندي هنايا غندير هاد العلبه كلها ديال 250، وغنضيف عليها واحد 145. يعني قولي تقريبا قولي 400. يعني 400 غرام ماسكاربون، و 300 غرام الكريمه الشونتي. صافي دابا غادي نكب كل شيء في البول في دقه واحده. دابا انا كندير هنايا كنعبر باش كنوازي. المهم كتكون كريمه، ديك الماسكاربون كتكون زياده شويه على الكريمه، ما تكونش الكريمه العكس، تكون الكريمه اكثر من الماسكاربون باش تجيكم ثقيله. عندي هنا سكر كلاصي، عندي 75، عفوا عندي 100 غرام. عندي 100 غرام سكر كلاصي. وضفت شويه ديال الفانيليا، وكنطحن كل شيء في دقه واحده. كنطحن مزيان كيف ما كتشوفوا، حتى كتولي على هذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا كتجي زوينه. ومن هنا كتذوقوا السكر، الا بان لكم ناقص كتزيدوا. انا ضفت واحد 2 معالق تقريبا، جاني شويه ناقص، وضفت واحد 2 معالق. هذه لا جينواز اللي كنت حضرت معاكم قبل. غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. غادي دابا نسقي هاد لا جينواز هادي اللي كنت وجدت قبل. هذا هو العصير ديال الفريز اللي كنت طيبته معاكم في الاول فيديو. ومن بعد ضفت عليه طبقه ديال الكريمه. هاد الطبقات هادو غادي ندير 4 طبقات. هاد لا جينواز هادي اللي وجدت 2 جينوازات وقسمتهم على 2. كل طاوه فيها جينوازه واحده، كنقسمها على 2 باش جاوني 4 طبقات. درت شويه الفريز، ما درتش كلشي، كنت باغا نضيفه في الطبقه الثالثه ولكن ما ضفتوش، معليش. درت غير شويه حيت ولادي ديك المره عجبهم في الحلوه اللي قبل اللي كنت حضرت معاكم في عيد ميلادي. هذه في عيد ميلاد ولدي الصغير. وهنايا ضفت شويه الكراميل، ودرت واحد شويه ديال داك البسكوت تاع الدراري الصغار اللي بحال كيكون فيه تا هو الكراميل وكيكون فيه واحد القرمشه. هاد الشكل هذا. وضفتو بحال هكا. ودرت تاني الطبقه الثانيه الثانيه الثالثه يا ربي، الثالثه. وعاود درت تاني الكريمه من الفوق. كنت باغا نضيف هنا الفريز اللي كان بقالي، ولكن قلت معليش ندير غير طبقه واحده كافيه. صافي عمرت هنا الكريمه، وهذه هي الطبقه الاخيره حتى هي.
هادوك الطبقات كلهم سقيتهم بهذاك العصير ديال الفريز. ودابا هنايا عندي 5 بيض البيض عفوا، عندي 5، وعندي 200 غرام، عندي 200 غرام سكر حبيبات، وعندي فانيليا طبعا. غادي ندير حمام مريم كيف ما كتشوفوا. حطيت البيض البيض، 5 بيض البيض، وضفت عليهم يعني 200 غرام سكر حبيبات ثم الفانيليا. وغادي ندوب هاد البيض، هاد السكر مزيان حتى ما يبقاش. تيستيه بايديا بحال هكا تنشوف الحبيبات يكون تاع السكر دابو تماما. صافي من بعد غادي نديرو على الروبو، وغادي نديرو على اعلى سرعه، وباش طلع لي نطلع لا مورانغ اللي معروفه، لهذاك المورانغ الفرنسي. تتعقد مزيان بحال هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. بعد ما يبرد هذاك البول ونتوشي تحسي به راه برد وصافي، عاد من بعد كتبدا تجيبي الزبده كتكون بدرجه حراره المطبخ. هنا عندنا اليوم الحراره، سبحان الله، اليوم عندنا حراره بعدا. ولكن عجباتني الحلوه في الخدمه ديالها مع الجو بارد، كل شويه كندير الحلوه في الثلاجه وعاد كنكمل. عندي هنا الزبده، عندي 300 غرام، عندي 300 غرام زبده. كنضيفها بشويه بشويه وكنبدا نخفق حتى نطلع الكريمه مزيان. ومن بعد صافي كنبدا باش نغلف بها هاد الكيك هذا كيف ما كتشوفوا. غلفتها من الفوق، دونك من الداخل درتها بالشونتي والماسكاربون، ومن برا درتها كريمه الكريمه السويسريه، يعني بالزبده، كريمه الزبده السويسريه. صافي غلفتو بحال هكا مزيان وليسيتو بحال هكا، وغادي نديرها في الثلاجه تتبرد طبعا. جيت هنايا درت قسمت هاد الكريمه هذه على جوج طباصل بحال هكا، ودرت فيهم الوان. سولت ولدي قلت له شنو الالوان اللي تعجبوك؟ قال لي الاصفر والاحمر. صافي درت ليه اللوينات اللي تعجبو، عجباتو بزاف. ودرت وريدات بحال هاد الشكل كيف ما كتشوفوا هنايا. درت الوريدات بحال هكا باللون الاحمر، هو كيعجبو اللون الاحمر والاصفر بزاف، وقلت نفرحو بعدا بهاد اللوينات تعجبو بزاف. راه ما خلانيش نصور. كيديرونجيني كل شويه كيشوف ليا ماما كيقول لي واو ماما. كيعجبوه هاد الالوان هادو. صافي بقينا نديرو وريدات بحال هكا، غندوزهم على الجناب كاملين بحال هكا، ومن بعد غادي نضيف تاني اللون الاصفر. وكملنا باللون الاصفر تاني. المهم نتوما ديروا الالوان اللي تعجبوكم ولا اللي صراحه جاو الالوان زوينين بزاف وجاو مواتين. سبحان الله هو اللي اختار هاد الالوان وجاو مواتين مع بعضياتهم، وتانا عجبوني بزاف. صافي هنايا بديت كندير كاينين شويه الفراغات كنحاول نعمرهم شويه بحال هكا بالالوان. جاو الكريمه جات لحد القد، يعني داكشي اللي كان عندي هو اللي درته كله. صافي يعني بالعبار. من بعد غادي كان عندي واحد شويه ديال الشوكولات، درته في حمام مائي وكتبت عليه بالهابي بيرثداي رايان ولدي، وكتبت الاسم ديالو كيف ما كتشوفوا بحال هكا، ودرت هذاك الشكل ديال القليب. المهم راه عجبتو بزاف، ما نقولش لكم راه فرحان. وجا بحال هكا الشكل، وضفت واحد الاضافه، درت هذاك البونبون وداك اللي كيدار في الكاطو تا هو، هذا البونبون هذا تا هو عطى واحد الشكل زوين تاني. تا هو فيه اللوينات، فيه الصفير وفيه شويه ديال الحمار والبياض، فيه ملونين، فيه بزاف اللوينات. جاو تا هو زوينين مع الكاطو. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد التورته هذه كيف ما كنقولوا. المهم الانسان
شوف، يعني يفرح وليداته باش ما كان يعني يدير اي حاجة باش يفرحهم، وهذا هو الاهم. وكنقول لكم شكرا، وشكرا بزاف للبنات اللي دخلوا عندي، وكنقول لكم شكرا ومرحبا.